أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي حلويات أم ياسين. اليوم إن شاء الله جبت لكم زبدة الكاوكاو أو زبدة الفول السوداني. يمكن لكم تحضروها غير في الدار عندكم بدون مواد حافظة، كتجي ولا أروع، كتجي لذيذة بزاف. هكا يمكن ندهنوا بها هكا لوليداتنا الخبز ديالهم يديو معاهم من المدرسة، هكايا في الصباح يفطروا به أو الكوتي كيجي ولا أروع. كنتمنى أنكم تتبعوا الفيديو. أنا أيضا كان من عشاق هاد الزبدة ديال الكاوكاو، غادي نشاركها معكم وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. من اول حاجه خديت هنا واحد ربعه ديال الكاوكاو. انا اختاريت هذا الكاوكاو المنقي. يمكن لكم زعما تختاروا اي نوع ديال الكاوكاو عندكم. هنايا من بعد ما كنجيبو هكايا ضروري ان ندوز يدي هكا نقي كانت فيه شي حاجه. غادي ندخلو الفران على نار مهيله، كنبقى مره هكا نحرك فيه حتى كيتحمر ليا مزيان. من بعد ما كيتحمر ليا غادي نخرجو ونخليه حتى كيبرد. هنا صافي، هنا الكاوكاو ديالي تحمر لي مزيان، ضروري انكم تخليوه يتحمر. هنا ملي كتقسموا هذاك الحبه ديال الكاوكاو تلقاو انا محمره من الداخل. صافي كما قلت لكم غادي نخليه يبرد، ومن غادي يبرد عاد غادي نبدا نطحنو. هنا خديت الهاشوار ديالي، ضروري انكم خصكم واحد الطحانه اللي تكون تطحن لكم مزيان. هنا كتشوفوا انني خديت غير 250 غرام ديال الكاوكاو. نتوما ديروا تقدروا تضعفوا الكاوكاو ديالكم، تقدروا ديروا من نص كيلو حتى الكيلو. المهم احسن انايا درت لكم غير كميه، شاركت معكم غير كميه صغيره. صافي هنا كنبدا نطحن داك الكاوكاو ديالي حتى كيولي ليا خفيف بزاف، كيولي فحال اللي كنقولوا سايح. صافي كنبدا نطحنو مزيان مره هكا، كنحبس وكنعاود ثاني نطحن باش ما نخسرش الهاشوار ديالي. وضروري انكم مره البنات تحبسوا لان هذا الهاشوار راه دغيا تسخن. صافي هنا من بعد ما طحنت داك الكاوكاو ديالي، ها نتوما القوام ديالو. هنا الا بغيتوا تزيدوا انكم تحصلوا على هكا يكون خف من هكا، راه كتزيدوا طحنوه. هنايا هنا غادي نضيف واحد شويه العسل الحر. هنا كيبقى اختياري، ولكن العسل الحر راه كيعطيه واحد اللذه، واحد الحلاوه، كتكون الحلاوه الطبيعيه. هنا يمكن لكم تضيفوا غير العسل العادي، او كتضيفوا شويه ديال القرفه ايضا باش كتنسموها. انا ما بغاش نديرها، بالنسبه لكم كيبقى لكم الاختيار. صافي كنعاود نطحن مزيان باش كينسجم لي هذاك العسل مع الكاوكاو مزيان. صافي حتى كتطحن ليا. ها نتوما نشوفوا كيفاش البنات كيجي القوام ديالو غزال، وايضا كيجي لذيذ بزاف بهذاك العسل اللي ضفنا له، كيجي ما هو حلو ما هو مسوس. صافي هنا غادي نحيدو من الهاشوار ديالي وغادي نديرو فحال واحد السوبيره هكايا. طريقه كيف ما كتشوفوا البنات راه طريقه سهله، تقدري تحضريه غير في دارك بلا ما تشري. ايضا ما شاء الله غير 250 غرام ديال الكاوكاو رابعه، راه ما شاء الله راه كتعطي واحد كونتيتي كثيره. تديري هكايا في واحد القريعه وكتحتفظي به غير خارج الثلاجه، كتبقاي به هكا الوليدات ديالو كيدهنوا به الخبز. هانتوما ما شاء الله البنات راه كتخرج في واحد الكونتيتي كثيره. كيف ما قلت لكم الا بغيتوه يجي خف من هكا كتزيدوا انكم طحنوه مزيان حتى كيجي خف. انا ما بغيتوش يجيني هكايا خفيف، هكا القوام ديالو بغيتو. صافي هنايا البنات راه كتبقاو هكا تدهنوا لوليداتكم الخبيز ديالهم طوست هكايا او خبيز او الحريشه او اللي عندكم، تديو هكايا المدرسه ديال الكوتي او الفطور. هكا ايضا البنات انايا من عشاق هاد الزبده الكاوكاو لانها كتعجبني بزاف، خصوصا في الفطور كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، ودائما كيف ما تنبخلش عليكم تتما ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج. بارطاجيو باش تعم فائده على الجميع. وبالنسبه اللي اول مره ندم قناه، ما تنساوش ان شاء الله تفعلوا الجرس باش ان شاء الله دائما توصلوا بالجديد. وكنقول لكم سلام عليكم، فيديو مقبل ان شاء الله مع وصفات اخرى مع حلويات ام ياسين.